بالامس في عوده نصف النهائي بين الاهلي والترجي في دوري الابطال، المباراه كانت بعنوان ما خدتش خد تاني، خدتش كابتن خد تاني. بس يلا بينا نشوف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا احمد صابر ودي الكوره مع افوكاتو. وزي ما قلت لكم كده المره اللي فاتت كابتن نبيل معلول طلب عربيه اوبر وروح، فما جاش امبارح بقى معانا يعني حتى ما روحش مع اللعيبه المره اللي فاتت. معلش. الاهلي تقريبا نزل كده قال لك يعني كولر احترم الماتش قوي ونزل بالتشكيل الاساسي وخلص وبتاع، وبعد كده قام حاطين بقى الماتش كله على وضع توفير الطاقه، يعني الباور سيفنج بتاع الموبايل دوت. لا قال لك بقى كده حلو بقى كده عنب قوي 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 واتعشت يا رجاله وحلو. يعني مش حلو ان انت هتطلع، يعني مش لازم تموت نفسك وتطلع الترجي بنتيجه تاريخيه والكلام المشمشي والحزنبولي دوت. لا، وفر طاقتك وحلو كده. والواد حسين الشحات بصراحه واد يعني كهروب قوي قوي في نفسه كده زي كهربا. بص يا معلم، الماتش ما فيهوش فنيات كتير. هو الاهلي استحوذ، مشى الكوره، حافظ على نفسه من الاصابات، حافظ على نفسه من الاجهاد. في المقابل ما حدش بقى يطلع يقول ان الترجي لو كان لعب كده هناك كان منظره هيبقى احسن، وما كان كده ولا كده كان هيتغلب. يعني الاهلي ما لعبش، يعني هو الاهلي كان بيمشي الكوره وبيستنى ثغره تتفتح، مستحوذ بيمشي الكوره 20 30 باصه عقبال ما بتتقطع لحد ما بيشوف ثغره وبيبدا يلعب عليها. كميه السرعات اللي عند خط هجوم الاهلي صعبه قوي، كميه التحكم والسيطره في خط وسط الاهلي صعبه قوي، خط ظهر في منتهى القوه بوجود محمد عبد المنعم امبارح تقريبا رقص الفرقه كلها. فيعني هيعمل ايه الترجي المهلهل اللي ما بصراحه صعبان عليا الترجي. يعني انا من زمن الزمن عمري ما شفت الترجي بالضعف ده. خدوا بالكم جمهور الاهلي فرقه الترجي من الفرق المقربه ليه جدا، وانا واحد من الناس. يعني انا بحب فرقه الترجي وبحب فرقه الصفاقسي. خد بالك الاهلي جمهور الاهلي ما بيشجعش غير الفرقتين دول في افريقيا غير الاهلي بس. ليه؟ طبعا يعني احنا بين صفوفنا علي معلول يعني نجم الصفاقسي، وكان قبل منه انيس بوجلبان. يعني الصفاقسي كان مهدينا باتنين لعيبه كبار قوي وحلوين قوي. وفي نفس الوقت الترجي الاجواء ما بيننا دايما حلوه، ومره نغلب مره كده، مره رايحه مره جايه، مره فرادس مره تحفيل مره الكلام اللي مش ماشي دوت. بس هو الاهلي قال لك يعني مالوش لازمه خالص، يعني الدنيا خليها كده حلوه وتاهلنا وخلينا. لكن هو اللي ضايقني ان حد يطلع يقول لك اصل الترجي لو كان لعب كده هناك. لا، هو كده كان هيخرج، لان مفيش حد، مفيش فرقه. بالرمضان والبدري طلع ولا اضرب يا بدري ولا اضرب يا خالتي ولا اي حاجه. مفيش خط ظهر تعبان تقريبا. الجول يا جدعان لازم اداره الاهلي تصرف له مكافاه. يعني الراجل تعب معانا قوي 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 بصراحه. لو عايزين نحلل المره دي نتكلم على الترجي، نقول الترجي محتاج خط ظهر، الترجي محتاج خط هجوم، الترجي محتاج جول كمان. كابتن طارق دياب يعني بعد الماتش قال لك الترجي معروف انه كان دايما بيجيب لعيبه حلوه، يعني دايما بيشتري لعيبه كويسه من افريقيا وعنده كشافين حلوين. احنا ما شفناش اي حاجه، ما شفناش اي حاجه. وحتى يعني كابتن طارق دياب عشان الجماعه بتوع الوداد يعني اللي هم يزعلوا مني اول ماتش الفيديو اللي فات، يعني الراجل قال لك انا اتمنى ان النهائي يبقى الاهلي وصن داونز. انا كمشجع وكمتفرج هتفرج على كوره حلوه. فهم فعلا اقوى فريقين في افريقيا دلوقتي، وهنشوف ان شاء الله يعني نهائي. انا اتمنى ان الوداد يكسب يا جماعه، والله العظيم انا اتمنى ان الوداد يكسب، يا ريت. هتسهل مهمه قوي 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 على الاهلي، لان صعب جدا. الوداد مشكلته عامله زي مشكله الترجي، هو ما عندوش غير اللي في الملعب بس. فين الدكه؟ مفيش. بعكس الاهلي امبارح انا حتى الراجل بعد ما حط الماتش على وضع توفير الطاقه، لما عمل التغييرات في الشوط الثاني العيال اللي نزلت بقى كان عندهم يعني واخدين شحنه زياده. يعني عارف الفرقه كلها ماشيه بمنطق كهرباء كله واخد شحنه زياده. نزل عبد القادر حنكش، على فكره انا طلعت على حنكش عشان بصراحه اللي بيعملوه ده حنكشه. نزل احمد عبد القادر قال لك يلا بينا يا رجاله نعمل هجمه. مش كده. والاهلي كان عايز يمارس هوايته بانه يحط جول كمان في بلس 90، بس يعني هي ما جاتش معاه جلد. يعني
معلش انا طلع بصراحه، طالع الفيديو دوت اواسي الترجي، مش فرحان قوي المكسب الاهلي. اكيد الاهلي يعني فرقه واقفه على رجليها، الفكره كلها يعني. انا برضو في نفس الوقت عايزه اشكر الاتحاد المصري، يعني لاول مره يقف معانا بالصلاه على النبي، يعني مأجل لنا وحاجه كده جميله. بس احنا شفنا لما هنقف مع فرقتنا في الاخر الفرقه هتوصل لايه. بس كده، لو عجبك الكلام دوت ما تنساش اللايك، شير، كومنت، سبسكرايب. ولو انت بتتفرج عليا من على الفيسبوك يا ريت تروح تشترك في القناه. سلام.